في الفيديو ده لو انت مبتدئ او لعبك ضعيف في بابجي موبايل، فانا في ربع ساعة بس هقولك على 16 نصيحة تساعدك تطور مستواك بشكل كبير في اسرع وقت. قبل ما نبدأ الفيديو مش موجه بس للناس المبتدئة او اللي مستوى ضعيف. لو انت لعيب وحابب تطور مستواك ممكن تكمل الفيديو للاخر عشان دي اهم نصايح هتسمعها. وما طولش عليكم في المقدمة ويلا نبدأ. اول واهم نصيحة معانا في فيديو النهاردة هي اللعب بمزاج. مثلا انت قرفان من عيشتك وبتقلب في التيك توك، فجأة لقيت فيديو لواحد بيلعب ببجي فتحمست انك تدخل تلعب، واول ما دخلت لعبت بهمجية. اول جيم مت، مش هتكمل الجيم التاني على طول، هتقفل اللعبة. او مثلا كنت قاعد عادي، صاحبك قالك خش نلعب ببجي. هنا دلوقتي انت لو دخلت صاحبك هيكون احرف منك بكتير. ليه؟ لان هو اللي عايز يلعب مش انت. يعني انت داخل بس عشان ايه؟ هو قالك. انت هتكون بتموت وهو هيكون مستمتع باللعب. اوعى تدخل اللعبة الا لو انت اللي عندك شغف تلعب. وممكن نشرح في فيديو تاني ازاي ترجع شغفك للعبة. نخش على النصيحة التانية، هي اللعب بسماعة. مش هنطول كتير في النقطة ديت، بس حرفيا انا لما بلعب من غير سماعة بعرف اخش جيم. يعني انا مش عارف اللي بيلعبوا من غير سماعة دول بيلعبوا ازاي. نتكلم جد بقى. بص، انت لما بتلعب من غير سماعة ولا بيكون عندك ردة فعل ولا بتعرف مكان الخصم بالظبط، وكمان مش بتعرف تضرب بري فاير بما انك ما بتعرفش مكان الخصم، فانت حرفيا بتكون ما بتلعبش. انت في حالة واحدة بس ممكن تدخل بيها ببجي من غير سماعة، وهي لو انت هتقف في غير كده فمالكش عذر الصراحة. السماعات دلوقتي اللي تصلح لببجي اقل سعر ليها 40 جنيه، وانا شايف ان 40 جنيه مش حاجة يعني في ظل الغلا اللي احنا فيه. ولو حابين ممكن ارشح لكم انواع سماعات. النصيحة التالتة هي العب بعقلك مش بعضلاته، لان دلوقتي معظم بقى لعيب، المعظم بقى معاه فريمات، فانت ما ينفعش تكون اسلوبك همجي، لازم تلعب بعقلك. في كذا مثال على فكرة. الأول مثلا إنك لما تكون في فايت حاول تستخدم الندات اللي معاك، أو مثلا حركة لسه متعلمها أنا جديد، وهي إنك مثلا لما تكون مثلا داخل على مباني سكول، ونفرض إن أنت اللي سايق وانتوا هتبصوا على البيت اللي جنب الكبير على طول، غير مقعد وانزل من المقعد التاني علشان تكون اسرع في ان انت تدخل البيت. اهم نصيحة في الفيديو هي انك تعمل اعداداتك وحساسيتك بنفسك. ما تفضلش كل شوية تروح عند المشاهير وهات الحساسية كود الحساسية، لان اللعب مش بالحساسية. الحساسية هي اداة بس بتساعدك انك تحرك الشاشة، فانت على حسب صباعك، على حسب تليفونك، على حسب حاجات كتير. وطبعا مفيش اتنين بيتشابهوا في الحاجات ديت، انت بتظبطها. وان شاء الله هنزل فيديو ازاي تظبط الحساسية. نيجي بقى للكنترول. بص، انت ممكن تتعود على اي اعدادات، بس ما تكونش انت مثلا موبايل وتاخد اعدادات ايباد. بس الافضل انك تعمل اعداداتك برضو بنفسك. ويا ريت ما تغيرش كل الزراير في وقت واحد. يعني مثلا النهارده انت حطيت الجامب في مكان، بكره حط الكراوتش لما تتعود مثلا على الجامب. لانك لما بتغير كله في وقت واحد مش هتتعود عليها بسهولة. انما لما تغير زرار زرار هتكون افضل ليك وهتحترف في وقت اسرع. ممكن واحد دلوقتي يجي يقول لي ايه، طب انا مش عارف واخد حساسية مين وبلعب بيها زي الفل. حبيبي انت مش هتلعب برضو زي اللي انت واخد منه الحساسية، لان هو متعود عليها. وكمان هي جت معاك صدفة يعني، دي استثنائي. النصيحة الجاية اللي انا مش بعتبرها نصيحة قوي، وهي لها علاقة بالحساسية والسرعة وكده، وهي بطل تلعب لعب استعراض. ما تلعبش لعب استعراض. اوعى تلعب لعب استعراض، لان الاستعراض ده بيدمر لعبك. تمام. بالنسبه اللي ما اعرفش ايه لعب الاستعراض ده، انت بتلاقي لاعب عمل الجيروسكوب 700، عامله اعلى حاجه، لو في اعلى من كده هيعمله، وتلاقيه عمال يهز الشاشه ويعمل حركات غريبه. وكمان الفكره ان اللي بيبقى قدامه مش شايفين، فدوت اللي بيخليه يعمل كده. فانت مثلا حاولت تعمل زيه في جيم وانت تقييمك مش هنقول ايس، هنقول تاج يا عم، هتتقتل مع اول فايت هتدخله وهتموت. وفي ناس كتير مفكرة ان لعب الاستعراض هو ده السرعة، بس لا، لعب الاستعراض مش هو لعب السرعة. انك تكون لاعب سريع يعني بتتخذ قرارات سريعة، بتفكر سريع، مثلا اتفاجئت بتعرف تتصرف، تقدر تغير تفكيرك. انما ده مش سرعة خالص. وهنشرح في فيديو قادم ازاي تكون لاعب سريع. ولكن الفكرة لان انا كل شوية اقول فيديو قادم فيديو قادم،
ان انا كنت عامل محتوى على التيك توك بس ما كانش بيجيب دعم، ففكرت ان انا ادخل اليوتيوب ويكون بشكل احسن من التيك توك وفيديوهات مدتها اكبر. فياريت تدعموني هنا، ولو مش متابعيني على التيك توك تابعوني هناك. بس اهم حاجة طبعا تتابعني هنا وتعمل لايك. نصيحة رقم 6: ظبط بنجك. لان من وجهة نظري الفريمات ملهاش لازمة قوي لو انت بنجك مش حلو. يعني فوق ال20 فريم لو انت معاك بنج حلو وتليفون الى حد ما كويس، فانت ممكن تحترف في وقت اسرع. لكن لو انت النت بتاعك وحش ما تلعبش، صدقني لعبك هيبقى وحش، هتلاقي نفسك بتموت بطلقة وعندك دمج وهمي. وممكن تحسن البنج بتاعك عن طريق انك مثلا تلعب في وقت ما يكونش في حد فاتح نت فيه في البيت، او انك قبل ما تدخل بابجي ترستر الفون وتمسح التطبيقات من الخلفية. بص، ما ترسترش التليفون كل شوية، بس رستره كل 3 ايام مثلا. بالنسبة للناس اللي بتلعب بيانات كتير، فما تلعبش بيانات كتير لانها بتضر الموبايل. بس لو النت عندك في البيت مش ثابت ونت البيانات ثابت، العب بيانات عادي. وكل ما البنج كان اقل كل ما كان ده احسن، لان ام اس ده اختصار لزمن الاستجابة بالملي ثانية. يعني كل ما كان اقل كل ما كان احسن. ده مدى استجابة مثلا الزرار اللي انت هتدوسه بسرعته. مثلا انت لما البنج عندك بيكون عالي، لما تدوس زرار يستقبل بعدها بشوية. وكذلك في الطلق لما بتضرب طلق، لو البنج عندك احسن فالطلق هيكون مركز وتحس ان انت بتدي شوت وبتموت بطلقة. عارف ان انا طولت عليكم بس في النقطة ديت، بس والله كان لازم، لان البنج ده اهم حاجة في اللعبة. وما تنساش يا اخويا بس اللايك والفولو علشان ده اللي بيشجعنا اكمل والله. ويا ريت كومنت عايز الفيديو الجاي عن ايه. نصيحة رقم 7: قبل ما تلعب كلاسيك سخن، وبلاش لو هتلعب مستودع تلعب زحلقة، لان انت كلاعب كلاسيك مفيش في الكلاسيك زحلقة، فانت هتكون متعود ان اي فايت تدخله بتكسبه بالزحلقة، ففي كل الفايتات هتبقى منوب. حاجة تانية، اي شخص بيلعب زحلقة في المستودع ده شخص راسه مربع وناقص ونوب التلاتة. طبعا هنلاقي دلوقتي المحنك اللي هيجي يقولك ما اللعبة ضايفاها عشان نلعب بيها. والله يا غالي، ولا لاعبين المستودع ولا لاعبين الكلاسيك حد بيهتم لها اصلا غير المناوب، فالمناوب بيهتموا للزحلقة. وبالنسبة للاعبين المستودع ليه مش بيحبوا يلعبوا زحلقة؟ لان ما فيهاش متعة. يعني اي فايت انت بتتزحلق، ايه المتعة في كده؟ نصيحة 8: ما تلعبش شوتجن كتير او قليل. يعني حاول تتجنب انك تلعب شوتجن. ليه بقى؟ لان انت داخل دلوقتي بابجي عشان تلعب وتستمتع، مش داخل عشان تجيب اللي قدامك. لكن انت لما بتمسك شوتجن فانت خايف من انك تواجه اللي قدامك، فبتواجهه بحاجة صعبة. يعني انت طلقة بالهبد لو جت في الخصم انت هتقتله، الا مثلا لو انت لسه نازل ومفيش قدامك سلاح غيره فانت مضطر تمسك شوتجن. لكن ما يكونش دي غايتك، يعني ما تكونش دي غايتك في الجيم انك تلاقي دي بي اس. ما تشوفش الدي بي اس سلاح واو. فعلا انا اغلب اللي كان بلاقي شوتجن ومش بيكون شوتجن عادي، بيكون دي بي اس وبسيبه، لان ده هيقلل مستواي. انا مش شايفه سلاح هيطورني لو انا لعبت بيه. من وجهة نظري افضل ثنائي حاليا في اللعبة هو الام 4 والام جي 3. رقم 9: ما تلعبش على الكيدي والرانك. دي برضو من الحاجات اللي بتقلل مستواك كلاعب، لان هي بتوترك. بتبقى كل فايت داخله، لا انا لو ما كسبتش الفايت دوت مثلا هنقص في الرانك، انا لو ما كسبتش الفايت دوت مثلا الكيدي هيقل. عايز اطلع بعدد كيلات معين. محدش بيحب يلعب معاك بسبب ان انت بتفضل تقول سيبولي البوتات. الغلطة اللي بتعملها مثلا الكيانات الكبيرة او الصغيرة ان هي بتطلب لاعب بكيدي معين، ادت للكيدي اهمية مع انه مش مهم. كم مرة مثلا لعبت مع لاعب كونكر مثلا او كيدي عالي وحسيت ان هو منوب؟ اكيد ردك كان كتير. وانا هنا قصدي ان هو منوب، انت شايف ان مستواه منوب او هو بيتغابى كتير في الفايت، مش معناه ان انت كسبت روم او كده. لان مثلا انت لما بتكسب حد روم دي بتبقى على حسب مزاجه، مزاجك. انت بتلعب من بدري مثلا، بتلعب متواصل فواخد على اللعبة. نيجي لرقم 10: بص انا عارف والله انك لما بتجيب الخصم برشاش تكون شكلها احسن من انك تجيبه بنيد او مولوتوف، بس احيانا بتبقى لازم تستخدمهم. بيكون مثلا الخصم ماسك عليه سلم وهما مثلا 4. في الاغلب اصلا لو انت سولو سكواد النيد بتكون هي ثغرتك انك تفتح الفايت، لان وانت سولو سكواد لازم تستغل اي ثغرة في انك تفتح الفايت. فدايما اول ما عربية تيجي مثلا او انت داخل فايت تفكر ان ده اللي معاك، شوف انت معاك ايه ممكن تستعمله، متبقاش لاعب همجي. اللي بعده: حاول تتجنب الفايتات الشمال. هنا مش قصدي شمال بمعنى شمال يعني، بس اللي هي بتكون على جهة الشمال ديت هنشرحها في فيديو تاني.
بس على العموم يعني انت بتكون اوضح للخصم، ولو ضرب جنب الكفر هيجيبك، لان في البرمجة او في الالعاب عموما الاشكال الهندسية. يعني مثلا اللاعب هو مش شكل هندسي، مبرمجين بيواجهوا صعوبة ان هم يحددوا اللاعب، فده هنشرحه في فيديو تاني ان شاء الله. بص، في فايت الشمال بيكون نسبة 90% الخصم هيجيبك، تمام. بس هشرح استراتيجيات ممكن تستعملها. بس الفكرة ان مش كل فايتات الشمال بنفس النمط، ومش كل الاستراتيجيات تنفع على كل الفايتات. بس الفيديو ده مهم جدا، وعشان كده حط لايك وفولو علشان تتأكد ان هو هيوصل لك، لان حرفيا انا هشرح كل حاجة عن ازاي فايت شمال. على العموم انت تجنب بس فايتات الشمال لحد ما اشرحها. طبعا الفيديو ده هيفيد لاعبين المستودع والكلاسيك، بس بالاخص لاعبين المستودع. وهنتكلم برضه في فيديو عن لاعبين المستودع. ويلا بينا على النصيحة اللي بعدها على طول عشان ما اطولش عليكم. رقم 12 والاخيرة: العب سولو سكواد كتير. لان لعب السولو سكواد انت بتكون بتلعب لوحدك، فبتكون معتمد على نفسك بشكل كلي، وهتقلل اخطائك بشكل كبير. لانك مثلا لما بتكون مع سكواد، ضامن انك لو بتلعب مع سكواد لعيب كده كده لو غلطت فيه ناس هتشيل. بس برضو السولو سكواد ليه عيوب، وهنشرحها في فيديو ان شاء الله. بس انت العب سولو سكواد عشان مستواك هيتغير بشكل كبير. انا حرفيا لما بكون لسه راجع اللعبة وعايز ارجع مستوايا، اكيد بلعب سولو سكواد. وحتة ان ممكن صحابك يزعلوا فديت فوقك منهم. يعني قول لهم انت مثلا انك عايز تطور مستواك، فتلعب سولو سكواد ومش هتلعب معاهم مثلا الاسبوع ده. صدقني بعد الاسبوع دوت هيتفاجئوا من مستواك هيتغير 360 درجة. طبعا هو 180، لان 360 بترجع لنفس النقطة، ما علينا يعني. بس هما بجد هيحبوا يلعبوا معاك وهيتفاجئوا بجد من مستواك. لكن في عيوب بس هنشرحها في فيديو جاي، انك في معظم الحاجات مش هينفع تلعب مع سكواد فيها. ويا ريت لو هتلعب سولو سكواد، عشان معظم الحاجة اللي منع اللاعبين انهم يلعبوا سولو سكواد الكيدي والرانك، انهم خايفين يموتوا. فنصيحة مني: اوعى تلعب كيدي ورانك، هيدمر مستواك. واهم حاجة ما تتوترش وانت بتواجه السكوادات. يعني انا بقول لك في اول كام جيم انت مش هتعرف تعمل حاجة، السكوادات هتبقى بتموتك، لانك متعود انك السكواد حتى لو جابك انت بتعيش بسبب سكوادك. بس كام جيم يعني وهتتعود على الوضع، ودنيتك هتبقى ايزي خالص. حط في دماغك وانت داخل اي فايت ان انت هتجيبه، ان اللي قدامك دول كأنك بتلعب روم مع اصحابك. في النهاية لو انت كملت مشاهدة لحد هنا، فانا حابب اشكرك انك كملت مشاهدة لحد هنا. ويا ريت تكمل جميلك بلايك وفولو عشان تشجعنا اكمل. والفترة الجاية الفيديوهات اللي انا قلت عليها كلها تنزل. بس اللي بيساعدني ان انا منتج في اسرع وقت يعني انك تدعمني. يعني بتخليني اتحمس ان انا اخش منتج. فعلا الفيديو دوت في البرنامج بقاله حوالي 6 ايام، بس انا مكسل اخش منتج. بس وكمان انا عايز اوصل ل1000 متابع في اسرع وقت، فانا طالب مساعدتكم. وانا ان شاء الله في الفترة الجاية مش هقصر معاكم. سيف الفيديو عندك وما تنساش تبص على الوصف، علشان في الوصف اي نصيحة انت محتاج تعيد عليها سيبها في ورقة، تمام. وابقى ارجع اشوف الفيديو ليها ولا ما تسيبه، لان انا عامل في الوصف قطع للنصائح اللي انت محتاجها. ولو عايز تتواصل معايا او تتابعني على التيك توك فده شرف ليا طبعا. وانا سايب التواصل معايا انستجرام في صندوق الوصف، والتيك توك برضه في صندوق الوصف. حرفيا كل اللي محتاجه انت في صندوق الوصف. بس كده، ده كان فيديو النهارده. سلام.